مساء الخير او صباح الخير على حسب ما انتوا شايفيني. فكرة الفيديو النهارده اعرفك ازاي تختار صاحبك صح. في ناس في حياتك لو كملت معاهم هيخسروك نفسك قبل اي حاجة تانية. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا حابب اعرفك انا مصطفى وبديك نصيحة من القلب. انا عايزك تسيبك من قعدة الكافيه وانا قاعد مع صحابي شوية بنضحك شوية بنتكلم بحكي له والله اصل حصل معايا موقف كذا فهون عليا بكلمة هون عليا ببتاع. كل ده مفيش صاحب، فاهمني؟ الصاحب يا صاحبي عشان تبقى فاهم كويس معنى الصحوبية، اول واحد هيفرح لك لما تعمل مشروع وتنجح. اول واحد هيكون فرح لك لو جالك سفريه وسافرت ووصلت بالسلامه وحصلت على شغل. اول واحد هيفرح لك لما يشوف كده واقف لابس لبس نظيف واقف شيك وجهه هيفرح لك. هيفرح لك لما يكون معاك في حاجه في حياتك كويسه هيفرح لك. هيفرح لك لما يلاقيك ناجح. هيزعل اول واحد هيزعل وهيجري عليك وهيساعدك لما يلاقيك واقع ومش هيهون عليك زعلك. واول ما يعرف ان انت زعلان هيجي لك وهيطيب بخاطرك وهيحاول يقف جنبك وعاوز يعرف انت ايه اللي مزعلك. ليه بقى؟ لانه ما يهونش عليه. هو ده الصاحب الصح اللي ده هو اللي تختاره. فلو هتتكلم في المواقف تعالى بقى اقول لك ازاي الصاحب الجدع بيقف في المواقف، سواء حصل عندك موت او فرح. وده اللي في الحياه الواقعيه، انا ما بجيبلكش حاجه من بره. عارف الصاحب هيبان ازاي وقت الفرح؟ مش هتلاقيه جاي معزوم واقف كده على جنب، لا هتلاقيه بيقف بيحاول يساعد باي طريقه، سواء بيرص كراسي، سواء بيجيب حاجات، سواء بيوزع معاك، ناقصك حاجه نعملها، في حاجه هتتفرش، في حاجه هتتلم، مش مهم. ما بيفرقش معاه هدومه تتوسخ، اصلا عايز اظهر نظيف، اصلا مش هدفه ان هو طالما شايفك انت فرحان هو فرحان. اما عكس واحد تاني هتلاقيه جاي واقف زيه زي الناس اللي موجودين ولا بيعمل اي حاجه، خلاص شايف الامور تمام ماشيه تمام عادي، مش في دماغه، هيجي ياكل وهيمشي وهيجي لك بالليل يرقص ويتنطط على الفاضي ومفيش اي حاجه. لكن بتختلف من واحد لواحد زي الموتة. مش كل الناس بتعرف تتصرف في الموتة. الراجل الصح والصاحب الصح اللي هتلاقيه واقف في الموتة مش هيجي لك يقف 5 دقايق، هيكون واقف معاك، هيفضل واقف معاك لحد ما تخلص. سواء مثلا ما تحكمش عليه برضه، مثلا ممكن يكون عنده ظروف، مش هقول لك انه واقف معاك من اول ما تبدا لحد ما تخلص، بس عرفك انه يفضل واقف جنبك، فاهمني؟ ناقصك حاجه، شايف ان في حاجه ناقصه ممكن تتعمل، هيتلاقوا من نفسه هيعملها، فاهمني؟ لان هو بيعتبرك انت اخوه، انتوا الاثنين واحد، هيفرح على فرحك ويزعل على زعلك. مش هيجي لك يقف كده يسمع الربع ويجي ماشي زيه زي الناس، لا، هتلاقي في تعامل وهتلاقي في اختلاف. ده الفرق في المواقف. انا بديك بعض المواقف البسيطه عشان انت تقدر تميز. وفي حاجة عايزك تعرفها، لأن في مقولة بتقول لو أنت صاحبت 4 فشلة هتكون الخامس الفشل ليهم، أما لو صاحبت ال4 الناجحين هتكون الخامس ليهم. ليه؟ حتى لو أنت مش ناجح ال4 دول هيشدوك، هتلاقيهم بيتكلموا في استثمار، هتلاقيهم بيتكلموا في مشاريع، هتلاقيهم بيتكلموا في سياسة، في اقتصاد، في رياضة، هتبدأ تتعلم حتى لو أنت ما كنتش تفقه شيء. بس انت طول ما انت بتسمع طول ما انت بتتعلم، وهي دي اللي احنا عاوزينها. انا عاوز ايه اكتر من صاحب يكون يعني ما بيعملش حاجه غلط، قريب من ربنا، بيصلي، ملتزم. مش هقول لك ان الانسان كامل من كله، محدش كامل، بس انا بقول لك تنقي الصاحب الكويس المتدين، الصاحب اللي يقدر يفيدك، انت فاهمني؟ مش اللي هو مثلا اي حد يعمل معاك اي موقف تقول بس هو ده صاحبي وهو ده اخويا، لا، هتلاقيها والله وقت الجد. وساعات ناس هتلاقيها واقفه معاك وقت المصلحه، لما المصلحه بتنتهي اقسم بالله ما هتلاقي حد جنبك. ومش عايزك تزعل لو انت ما عندكش صحاب، ما عندكش صديق، ما عندكش حد تخرج معاه، حد تقعد معاه، عادي. احسن من ان انت تكون قاعد مع صاحب فاشل، احسن من ان انت تكون قاعد مع صاحب يوديك لسوء او يوديك لحاجه غلط او يوديك لاي مشكله وانت بغنى عنها. لا، انت على نفسك هتبقى قاعد مع نفسك بس بعيد عن مشاكل، بعيد عن وش، بعيد عن اي حاجه. وعايزك زي ما بتختار خليك انت برضه كمان كويس، بحيث ان لو حد كويس عاوز يقرب ليك يبقى انت برضه على الاقل فيك نقط كويسه، حاجه كويسه برضه انه يشد ليك. ما انت ما تبقاش مثلا وحش من كل حاجه وبعد كده ترجع تقول لي ايه اصل انا مش مصاحب حد، اصل انا محدش بيكلمني، اصل شوف ايه الحاجه اللي فيك ممكن تغيرها مثلا، ايه الحاجه اللي فيك ممكن تعدلها. عادي، انت ممكن يكون على طبيعتك انا معاك، بس حاول تحسن من نفسك، تعلم اكتر. هنزل لك انا فيديو عن ازاي تطور من نفسك، ازاي تتعامل مع الناس، بس انا هدفنا النهارده انا بكلمك على ازاي تختار الصاحب، تميز بين الصحاب، تشوف مثلا مش كل اللي تشوفه تقول عليه ده صاحب. اتمنى تكون رسالتي وصلت لك وفهمت مني. انا هنا علشانك انت مش علشان فيديو وخلاص. ولو حاسس انك لوحدك افتكر ان ليك اخ وصاحب واقف جنبك. انا اسمي مصطفى وبديك كلام من القلب، ولو احتجتني في اي وقت هتلاقيني جنبك، واشوفك في فيديو جديد. سلام.